الزمالك يكتسح والاهلي على صفيح ساخن وبيراميدز ينتظر. باهداف ناصر منسي الاسطوره وعبد المجيد والدباغ قدر نادي الزمالك انه يحقق رباعيه على حساب النادي المصري يتصدر من خلالها جدول الترتيب العام في الدوري المصري في الجوله الاولى بعد التوقف الدولي. مباراه قويه ومباراه ماراثونيه قدر معتمد جمال انه يديرها باتقان ويحقق نتيجه كبيره جدا على حساب خصم عنيد وقوي هو خصم النادي المصري، وتنتهي المباراه باربعه اهداف مقابل هدف واحد. تعال انا وانت نقدم ملخص سريع لاحداث المباراه، اهم اللمحات الفنيه اللي احنا ممكن نلاحظها، تشكيل اللي بدا بيه معتمد جمال وهل كان يقدر ان هو يعتمد على طرق لعب مختلفه في المباراه، ونقف على بعض الفنيات واللمحات القويه جدا في اداء نادي الزمالك. ملخص بسيط وسريع لاحداث الماتش. تعال انا وانت ونبدا على بركه الله. يبدا نادي الزمالك بتشكيله مميزه جدا في حراسه المرمى المهدي سليمان. لسه المهدي سليمان بيقدم مستوى عالي جدا رغم ان الهدف الاول قد يتحمل جزء من الهدف هنتكلم عنه كمان شويه. ثم عندنا خط الظهر مكون من عمر جابر على اليمين، ريح محمد ابراهيم، وعلى اليسار بنتايج كما هو المعتاد بيلعب باثنين مساكين، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، قدامه ديفندر صريح احمد ربيع، وقدام احمد ربيع عبد الله السعيد وفتوح. اما بالنسبه للجزء الامامي هلاقي بتزيرة وهلاقي ناصر منسي وهلاقي عدي الدباغ. وكان عندنا على دكه البدلاء كل من محمد عواد في حراسه المرمى، محمود حمدي الونش ومحمد ابراهيم، احمد عبد الرحيم ايشو، محمود جهاد، ادم كايد، احمد شريف، وعمرو ناصر وسيف الدين الجزيري. التشكيل على الورق زي ما انت شايف قدامي هي 4-3-3، ولكن احنا اتعودنا من كابتن معتمد جمال بانه عنده مرونه تكتيكيه، ممكن يغير خطه اللعب حسب معطيات المباراه وحسب الاحداث اللي بتحصل. تعال بقى اقول لك شويه ملاحظات على التشكيله واللي من خلال المباراه قدرنا ان احنا نشوفها مع بعض. فرقم واحد يا جماعه، ما زال كابتن معتمد جمال بيؤمن باهميه ثنائيه كل من عبد الله وفتوح، والثنائيه اظهرت في مباراه سابقه انها ثنائيه ممكن تعرضك لضغط في وسط الملعب. عندنا مشكله حقيقيه امبارح في نادي الزمالك على مدار اول 20 دقيقه ان نص الملعب كان متاخد منك، انك مش قادر ان انت تثبت وجودك، مش قادر تمسك الكوره وتبدا ان انت تعمل الشغل بتاعك ما بين تنقلات ما بين الدفاع للهجوم. ويمكن السبب الرئيسي لضياع نص الملعب هي الاعتماد على ثنائيه عبد الله وفتوح. طب ليه؟ انت عندك في وسط الملعب ربيع، وربيع المفترض ديفندر رقم 6 يا جماعه، لازم في نادي الزمالك يكون لاعب بمميزات معينه. اهم ميزه عندي بالنسبه لي انه يبقى عنده 3 رئات، لازم يبقى جاهز وفت 100%. ليه؟ لان مطلوب من ربيع انه يتواجد قدام المدافعين عشان يغطي كل الحته دي، ومطلوب منه انه يبدا يرحل نفسه في حاله الهجوم ويتواجد تحت المهاجمين عشان خاطر يعمل زياده عدديه، ومطلوب منه في نفس الوقت انه يرتد بشكل سريع عشان خاطر يرجع يؤدي المهام بتاعته، ومطلوب منه انه يرحل اللعب يمين وشمال. كل الحاجات دي مطلوبه من الديفندر رقم 6. فهل الربيع عنده الامكانيه انه يعمل كل ده لوحده؟ الاجابه القاطعه لا. طب هل ده لضعف امكانيات ربيع؟ برضه لا. امال ربيع يا جماعه راجع من اصابه ولسه ما عندوش حميه المباراه. انا عشان احكم عليه في المركز ده لازم اديله مره واثنين وثلاثه، ولازم يكون هو فت وجاهز 100%. فاعتقادنا الشخصي كجمهور ان ربيع مش جاهز. عشان كده لو هتلاعب ربيع لازم تلاعب معاه لعيب يسانده ويساعده، يبقى عنده رئه تانيه لربيع زي محمد شحاته او زي فرنسي. وبالتالي كان لابد كابتن معتمد جمال يدرك ده، ان ربيع لوحده في مركز 6 صعب. مع كل الامور اللي انا قلتها، تخيل بقى ان انت على يمينك وعلى شمالك لعيبه هم معتمدين على وجودك اصلا. عبد الله السعيد يا جماعه محدش يقدر ينكر وجوده. عبد الله السعيد اكتر لاعب ممكن يجري في الملعب، عبد الله السعيد اكتر لاعب هيعمل فنتات وهيقف مع كل لعيب وهيفتح مسارات للتمرير. انما عبد الله السعيد السن يا جماعه عليه عامل، انا عشان اقدر اخد منه كل شيء لازم اريحه، فلازم اخليه يعتمد على واحد تاني، واحد يقدر يغطي مكانه، واحد يقول لعبد الله خليك قدام وانا هلم وراك. وده للاسف ما تواجدش امبارح بسبب ان ربيع ما يقدرش يعمل ده في هذه المرحله. تعالى بقى ازود المعطيات اكتر واصعب الامور واجيب لك كمان فتوح في نص الملعب. فتوح يا جماعه لعيب كوره، وتعالى نقول بالمصطلح لعيب كوره خماسي، لعيب كوره يمتعك، ولكن فتوح عنده مشكله اللياقه البدنيه. ما اقدرش فتوح اطلب منه انه يبدا على خط الدفاع ويكمل على خط الهجوم. المرحله دي صعبه قوي فتوح يعملها. هيعملها ازاي؟ فتوح تقدر ان انت تاخد منه افضل شغل لو انت صدرته للجزء الاخير من الملعب وقلت له خليك تحت المهاجمين، ما تطلبش منه ادوار دفاعيه. ساعتها وصل له الكوره، هيقدر ان هو يعمل لك ثرو باس، هيقدر ان هو يعمل لك باس كويس جدا، هيقدر ان هو يعمل حاجات كتير. وده لاحظناه في الهدف الثاني للزمالك لما الكوره وصلت له في الجزء الاخير وقدر يعمل ثرو باس لناصر منسي، واستطاع ناصر منسي انه يستغل الباس ويحقق الهدف الثاني لنادي الزمالك. اذا انت مع احمد ربيع اللي عنده مشاكل ان هو مش فت وما يقدرش يغطي المساحه دي، فانت زودت له حمل وعبء اكتر، طلبت منه يغطي على عبد الله السعيد
حاله الهجوم ويغطي على احمد فتوح، واحمد ربيع اصلا مش جاهز. اذا الثنائيه دي يا جماعه مع وجود احمد ربيع للاسف ثنائيه خلت وسط ملعب نادي الزمالك في اول 20 دقيقه ان هو يستقبل هدف من النادي المصري، ان النادي المصري يكون ماسك خط وسط الملعب بشكل كبير جدا جدا وبنسبه استحواذ عاليه. امتى اقدر انا اتقبل فكره وجود فتوح ووجود عبد الله السعيد مع بعض في الملعب؟ لو انا بتكلم على الثلث الاخير من المباراه وانا مزنوق وانا خسران او متعادل وعايز احقق كثافه هجوميه عدديه، فساعتها اقدر اخد واحد من وسط الملعب المدافع وانزل عبد الله او انزل فتوح والاثنين يكونوا مع بعض، مفيش مشكله. ولكن يظل في النهايه ان لازم تحت عبد الله ولازم تحت فتوح يكون في لعيب رقم 6 قوي جدا، واللي من وجهه نظري مفيش في الزمالك هذا اللعيب غير محمد شحاته. اما عن جزء الهجوم فاحنا كلنا متفقين عليه، بتزيرة طبعا وناصر منسي الاسطوره وعدي الدباغ. ومن وجهه نظري يا جماعه ما ينفعش الاثنين دول يطلعوا بره الملعب، ولا ناصر منسي ولا عدي الدباغ. عندك 2 فراوده زي ما بيقولوا الكتاب، 2 فراوده طوال، 2 فراوده يجيدوا الالتحام، 2 فراوده بيقدروا يلعبوا برجليهم كويس وبيقدروا يلعبوا بالراس كويس. وعلى مدار مباريات طويله اتاكد ليك ان عدي الدباغ راجل هداف بالفطره، يقدر يهدف برجليه اليمين برجليه الشمال براسه، وبالتالي ما ينفعش يطلع بره الملعب. مع وجود اضافه قويه جدا زي ناصر منسي بالخبرات اللي بيكتسبها بمستوى التطور الرهيب اللي عمال يوصل له، الزمالك يقدر ينافس اي فريق ويقدر ان هو يحرز اهدافا بشكل كبير جدا مع اي فريق. طبعا بونبونايه نادي الزمالك اللاعب بتزيرة يا جماعه لعيب يعني ما نقدرش نتكلم عنه ولا نوصف الحاله الفنيه اللي جمهور نادي الزمالك بيبقى مستمتع بيها لما الكره توصل بتزيرة بقى انت راجل ماسك لك الجزء ده كله يقدر يعمل لك فيها خطوره غير طبيعيه. بتزيرة يا جماعه كمان مش بس خطير في الجزء ده، بتزيرة كمان لما بينزل لوسط الملعب ويبقى تحت المهاجمين بيبقى خطر قوي. ليه؟ اولا هو عنده القدره على استلام الكره بشكل قوي جدا، كره جايه له سريعه يقدر ان هو يستقبلها بكل سهوله، الدريبلينج بتاعه عالي قوي، الفنتات بتاعته قويه جدا، يقدر كمان رؤيته في الملعب انه يوصل اي لاعب ويخليه منفرد بالمرمى. الحاجات دي كلها بتزيرة يقدر يعملها. ويمكن اكتر نقطه مميزه في بتزيرة يا جماعه انك صعب تاخد منه الكوره الا عن طريق ان انت تعرقله، وبالتالي هنا هتبقى فرصه خطيره لنادي الزمالك. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتزيرة لازم يلعب ويشتغل عليها هي مهاره التصويب. انا نفسي بتزيرة لما يستلم تحت المهاجمين يبقى عنده الرؤيه الكويسه انه يعرف ان هو يصوب الكره في المرمى. ساعتها لو وصل للمهاره دي وللمرحله دي بتزيرة ده يا جماعه محدش يقدر يقف قدامه. بدات المباراه كالعاده بضغط من نادي الزمالك، ولكن قدر النادي المصري انه يمتص ضغط نادي الزمالك وان يمتص الحماس في بدايه المباراه، واستطاع النادي المصري في الدقيقه رقم 12 انه يحرز الهدف الاولاني. والهدف الاولاني بيحدد الفلسفه اللي انا قلت لك عليها، ان صعب جدا يبقى عندك في وسط الملعب لعيبه بتعتمد على وجود لعيبه اخرى والثلاثه مش جاهزين. فلو جيت بصيت للاعب النادي المصري اللي بدا ان هو يخترق المساحه دي كلها، خلي بالك احنا كان في عدد كبير من اللعيبه، احمد ربيع كان بيجري وراه، حسام عبد المجيد كان متقدم بيغطي للمهاجم، واحمد ربيع وعبد الله السعيد وفتوح ما قدروش ان هو يعملوا عرقله للاعب نادي المصري. بسهوله جدا تقدر ان انت تعرقل اللاعب وصل لمرحله خطيره واللاعب خلاص يجيد التصويب برجليه، وبالتالي كان لابد ان انت تعمل هنا اي عرقله بحيث تمنع اللاعب من التصويب مباشره. ويمكن الهدف الاولاني مع تحمل خط وسط النادي الزمالك مسؤوليه الهدف، الا انه برضه بيتحمل جزء من الهدف كابتن مهدي سليمان، لانه كان متقدم شويه. كابتن مهدي سليمان لو كان متراجع خطوه او 2 كان يقدر الى حد ما يصد هذه التسديده التي سددها لاعب المصري، وكان الهدف الاولاني جه من الخطا اللي احنا قلنا عليه في وسط الملعب. هدف نادي الزمالك الاولاني كان هدف معمول من كره ثابته، استلمها بتزيرة، استلم بتزيرة الكره وهو في ناحيه الشمال، وقدر ان هو طبعا يمرر تمريره قويه جدا لعدي الدباغ. واتفقنا ان عدي الدباغ يا جماعه في البوكس بيبقى قوي قوي، بيبقى لعيب خطير جدا، وقدر عدي الدباغ يحطها في الجزء الاخير من المرمى ويحقق الهدف الاولاني عشان ياكد نفس الفكره ان بتزيرة لعيب متكامل، لعيب في حاجات كتير جدا، عناصر حلوه جدا، وان عدي الدباغ ما ينفعش يبقى خارج اطار الملعب. الهدف الثاني لنادي الزمالك هو ناصر منسي، توصل الكره لفتوح
في ناحيه اليسار. فتوح طبعا بمجرد ما توصل له الكوره، واحنا قلنا من شويه ان قوه فتوح ان هو يبقى في الجانب الهجومي، انه يبقى وشه للملعب، هيقدر ان هو يعمل لك فينت، هيقدر ان هو يغير الملعب، هيقدر يعمل لك ثرو باص ما بين خط الدفاع، وده اللي قدر يعمله خلاص فتوح عن طريق انه يمرر الكوره لناصر منسي، وخلت ناصر منسي يا جماعه يبقى منفرد بجون ويحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك، لينتهي شوط المباراه الاول بتفوق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. يبدا شوط المباراه الثاني، والهدف ده يا جماعه من جماله ومن حلاوته احنا لازم نقف عنده كده تعظيم سلام. ليه؟ الكرة يا جماعة خلاص من عند ناصر منسي انتقلت الكرة واتحركت على خط الستة لتصل إلى أحد لاعبي المصري. طيب ناصر منسي وهو موجود في البوكس هنا، المفترض ان الكرة دي بعيدة عنه، الكرة يا جماعة ميتة. ناصر منسي لو ما جريش عليها محدش يقدر يلومه، بالعكس كان آدم كايد هو الأقرب ليها وبتزيرة هو الأقرب ليها، فيقدر كل واحد فيهم إنه يعمل المتابعة وإنه يعمل الضغط ده. إنما ناصر منسي عشان هو شخص مجتهد وعشان ما عندوش حتة اليأس، فيجري ويدفع سبرنت خفيف ومتوسط عشان خاطر يخض لعيب المصري. فكرة إن أنت بتهجم عليه خلت لعيب المصري يتخض، عنده كذا قرار، هل هيشوط الكورة ولا هيوقفها ويعمل باص. هنا قدر ناصر منسي انه ياخد الكوره. طيب اذا اول حاجه الضغط اللي عمله ناصر منسي. جمال بقى الكوره بعد الضغط ليه؟ استلام الكوره حلو، دوران الجسم. وتعالى بقى ناخد كده خلاص، عندك رقم واحد رؤيه، وعندك رقم واحد تسديد، وعندك رؤيه، وعندك توجيه، وعندك قرار. 3 حاجات دول يا جماعه يعرفوك ان ناصر منسي لعيب تقيل قوي. رؤيه وتوجيه وقرار، ان يقدر يسدد الكرة من الجزء ده من الملعب، هي دي الرؤية. والتوجيه ان يوجه ايده، انه يوجه رجله ويعمل تسديدة للكرة، ولا تكون سريعة ولا تكون قوية جدا الا وان كانت هتخرج بره خط المرمى. وقبل الاتنين دول هو القرار اللي خده ناصر منسي، قرار ان انت تمسك الكرة، قرار ان انت تستلم الكرة وتضرب الكرة وتوصل في الجزء الاعلى من المرمى. وبالتالي كان هدف قوي جدا بيأكد على نفس الفكرة ان ناصر منسي يا جماعة لعيب قوي قوي. عن طريق ضربة ركنية ثابتة قدر ان هو ينقلها عبد الله السعيد، وتوصل الضربة الركنية لرأس حسام عبد المجيد، اللي بالمناسبة كان التحرك اثناء الضربة الركنية تحرك مميز جدا، لانه هو بيتحرك عمل فنت خلى لعيب المصري يتوقع اتجاه معين، وبالتالي حسام عبد المجيد غير جسده وغير وضعية جسمه وقدر ان هو يقفز من فوق الجميع ويحرز الهدف الثالث لنادي الزمالك من لعبة واضح ان في تدريب عليها، وواضح ان في تصميم على ادارة هذه اللعبة. بعد ما كابتن معتمد جمال ضمن الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاثة، عمل عدة تغييرات. كان من اهم التغييرات اللي عملها انه خرج عدي الدباغ وادى فرصة لاحمد شريف، انه خرج ناصر منسي وادى فرصة لعمرو ناصر، انه خرج فتوح ونزل آدم كايد، وبالتالي عمل اكثر من تغيير. محمود جهاد نزل برضو في المباراة، وما كانتش تغييرات مؤثرة قوي لان كان الزمالك ضامن الفوز، وكان النادي المصري رمى الفوطة، وكان صعب جدا انه يعود بنتيجة المباراة مرة ثانية. وبكده نادي الزمالك يكون قدر ان هو يحقق الفوز الاولاني في المرحلة الثانية من مراحل الدوري العام المصري، ويفوز على خصم عنيد جدا الا وهو النادي المصري. جورة مصر في كل مكان، يا رب يكون التحليل ووجهات النظر الفنية اللي احنا قلناها عجبتكم. ولو عندك اي اراء فنية ولو عندك اي رأي تختلف معايا اكتبه لي تحت الفيديو، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات اخرى وتحليلية لمباريات الدوري المصري باذن الله. سلام عليكم.